هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا وبأي شكل عم تتابعونا، سواء عبر البث المباشر بوير عربي طبعا موجودنا 103.5 او عبر صفحتنا الزرقاء بوير عربي. برنامج صحتك بالدنيا، حلقة جديدة رح كون معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول والبث المباشر هيلوز علي وريناس محمد. ايضا رح يكون عبر الهاتف معنا الدكتور احمد الخلف، اختصاصي بالامراض العصبية. طبعا رح يكون موضوعنا هو مرضى العصبية وصيام رمضان، يا ترى شو بيأثر عليهم، مين هن المرضى اللي فينهم انه يصوموا، مين هن اللي ممنوع انه يصوموا. رح نكون معكم طبعا بعد هالفاصل هذا. خلوكم معنا، سواء حابين اذا تتصلوا معنا. ايضا حابب اذكركم بالارقام للي حدا عنده اي سؤال عبر الواتساب: 093 82 80 81 4. عبر بثنا المباشر يلي خارج البلد او خارج القطر، او خفينهم مثلا عبر كومنت يكتبوا اي سؤال او اي رسالة لا ينضموا على برنامجنا. فاصل صغير، خلوكم معنا لنتواصل مع الدكتور احمد الخلف، اختصاصي بالامراض العصبية. کرونا ویروس چاوا بلاف دبو ام چاوا خوجه بپارێزن. کووید 19 مروف جارا یکم پید حسن. دما مروفن به ویروس کتی دا آخفن، دکخن، دپشکن، دلوب جه دویوان درتی. بوی آوائی جی در باسی مروفن دن دبه. اف دلوب نیزی متروی که دچن و بسر تشتان خواب جهدکن. حتی کنگی اف ویروس دجی نای زانین. دوی مروف در دورا خواه بریک و پیک پاقش بکه. ام دستین خواه دنگلک تشتان. دبه کو ویروس لسروان هبه. لو ما دوی مروف دستین خواه نده چاو، بیول، آنجی دوی خواه. دستین قریش دکارم ویروسی در باسی لاشه مبکه. دما ام بپشکن آم بکخن دوی انیشکا خواه آنجی دست مالکی مروف بده بردفو بیولا خواه. و دوی او دستمال ورا آویتن جی چوپکه دف گرتیره. جبو پاراستنا خوش وی ویروسی. دستین خواه با آو و صابونو ماده پاقجی تعقیمه گلک جاران بشون. لخواه مقاطبنو پیشی لبلاوا وی ویروسا مترسیدار بگرن. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا. مثل ما قلنا لكم أنه رح يكون ضيفنا عبر الهاتف الاختصاصي بالأمراض العصبية دكتور أحمد الخلف عبر الهاتف، طبعا هو من مدينة القامشلي. موضوعنا رح يكون عن مرضى العصبية وارتباطهم بصيام شهر رمضان. ألو، يسعد مساك الدكتور أحمد. اهلا وسهلا، مساء النور، اهلا وسهلا اخي. نتشكرك كتير على يعني مثل ما يقولوا انه اخذنا قسط من وقتك لحتى نخدم المستمعين والمشاهدين. على عيني، نتشرف بكم، يا اهلا وسهلا. دكتور احمد، من ضمن جملة الناس خلينا نقول او المرضى يلي لهم مشاكل مع صوم رمضان، ونحن باعتبارنا بالايام الاخيره من شهر رمضان، ومن جملتهم مرضى العصبيه. يا ترى دكتور، بدايه لو تشرحوا لنا مين هن المرضى العصبيه، يعني بين قوسين الامراض اللي ينطوا تحت مثلا يسموا هدول مرضى عصبيه. نعم. نعم، هو الأمراض العصبية كل مرض أو ألم متعلق بالدماغ، العمود الفقري والأعصاب يعتبر من جملة الأمراض العصبية. نعم. بالإضافة إلى هناك بعض الشكايات، مثلا إحساس بخدر أو تنميل بالأطراف، سواء كانت بالأطراف العليا أو السفلية، فهو من الأمراض العصبية البحتة. نعم.
تمام دكتور. نعم. دكتور، هلا موضوعنا او صلب موضوعنا وصلب حوارنا رح يكون متعلق بمرضى العصبية وشهر رمضان. يا ترى انتم كأطباء مختصين بتسمحوا لمين من مرضاكم انه هدول انتم فيكم تصوموا خلال شهر رمضان؟ يا ترى في مرضى مثلا فينا نصنفهم انه هدول مرضى عصبية شديد المرض او متوسط او حالات نعم. بسيطة؟ كيف هاي فيكم تشرحوا لنا؟ هلا الامراض العصبيه يعني اغلب الامراض العصبيه في المراحل الحاده او ما يسمى مرحله الصدمه العصبيه. نعم. يستمر احيانا من 3 الى حد 4 اسابيع. الصيام بالنسبه لهم يعني صعب جدا، وخاصه مثل امراض الحوادث الوعائيه الدماغيه او ما يسمى صار احتشاء دماغي او نزف دماغي. نعم. بهيك حالات المريض بخلال هالفترة المرحلة الحادة بحاجة إلى علاج بشكل منتظم ويستمر على العلاج. أما إذا استقر الحالة المريض بعد تحسين وضعي من ناحية ارتفاع توتر شرياني، من ناحية الأمراض المزمنة كيزا سكري عنده، ارتفاع الشحومات والكوليسترول، وخف الأدوية العلاج الفموي لديه، ممكن أن يصوم. ولكن أغلب الأمراض بالنسبة للأمراض العصبية الصيام بالنسبة لهم صعب. مثلا هناك أمراض الرعاش الشيخي أو ما يسموه داء باركنسون المعروف. نعم. المريض نعطي أحيانا علاج لحتى 4 حتى 6 حبات باليوم. تماما. فصعب بالنسبة لوضعه أنه يصوم. أما هناك صداع عادي مثلا كصداع توتري أو صداع تالي لارتفاع توتر شرياني أو صداع الشقيق أو ما يسمى صداع وعائي. بهيك حالات إذا يعني هجمات متباعدة عن بعضها مثلا الشقيقة ممكن المريض أن يصوم. فمسموح لقسم من الأمراض العصبية الصوم صعب جدا بالنسبة لهم، وقسم من الأمراض بعد استقرار الوضع يسمح لهم بالصيام. تمام. بالإضافة إلى هناك أمراض مثلا هناك أمراض استحالية أو أمراض مزمنة خاصة مرتبطة بالدماغ، أيضا الصيام لهم صعب. دكتور أحمد، المرضى اللي عندهم مثلا بيتصنفوا ضمن المرضى الشديدين أو لا في معون أخي؟ دكتور، في مرضى منهم إنه يكونوا مثلا معهم شلل مثلا طرفين سفليين، او يا ترى هدول اللي صحتهم الجهاز الهضمي هو سليم، يعني ما بيعانوا من اي مشكله بالجهاز الهضمي. أيوة. يا ترى انتم كمان بتنصحوا لهالمرضى انه يصوموا او ما بتنصحون؟ كيف هدول بتتعاملوا معهم؟ هلا إذا عنده لنفرض شلل بالطرفين السفليين وما عنده مشاكل بالعلامات الحيوية كالضغط أو مشاكل أمراض غدد الصم يسمح له بالصيام. يعني الجهاز الهضمي عنده شغال، يعني إذا يصوم ما في أي مشكلة. تماما دكتور. بهيك حالات يعني الإصابة يكون بهيك حالات عنده بالسبل الحركية، سبل الحركية، ولكن الجهاز الهضمي الضغط السكر عنده طبيعي، يستطيع أن يصوم صيام عادي جدا. لو نتطرق على موضوع مرضى اللي عندهم مثلا بيعانوا من نوبات اختلاج، للي هن بالحالات العادية يعني بياكلوا بيشربوا بيقوموا بأعمالهم اليومية دكتور، يا ترى هدول بتتخذوا إجراء معين معهم؟ هدول بيقدروا يصوموا ولا لا دكتور؟ هلا هذا اللي يسمى موضوع الصرع. ده الصرع المريض اثناء التشخيص الطبيب للمريض الصرع بعد اجراء كافة الاستقصاءات اللازمة وشخص للمريض بداء الصرع، اول شهر يمنع له يمنع له الصيام الى ان يستقر حالة المريض كونه بحاجة الى العلاج بشكل منتظم لكي ما يحدث لديه نوب اختلاج او يدخل بحالة صرعية ما يسمى عدة نوب اختلاج. بيجوز مثلا هالمريض من اسبوع عنده اختلاج، عنده داء الصرع وعطيناه علاج، طلع على السوق مثلا او الى اي مكان اخر وجته هالنوب وهو صايم ومو شربان ادويته اللازمة، يعني كمان صعب. اما اذا بعد استقر وضع حالته من ناحية الاختلاج لمدة شهر، بعدها
وتحديد جرعة الدواء مثلا كل 12 ساعة يمكن أن يصوم عادي، يسمح له. هون خطر على بالي سؤال دكتور. هلا في مرضى المرضى السكري او مرضى الجهاز الهضمي مثلا بياخذوا منهم، في منهم حبه باليوم. هلا في مرضى الصرع احيانا منهم بياخذوا فينوتوين او ادويه مثلا مضاده للنوبات او الاختلاج. هاي مثلا فينه اذا ياخذ هالحبايه سواء بالسحور او في وجبه الفطور، شو بتنصحوا يا ترى؟ هل بيجوز ولا ما بيجوز؟ في شو عفوا؟ بيجوز انه مريض الصرع للي او مريض العصبيه نعم. للي بياخد مثلا حبايه باليوم دكتور، نعم. شو بتتعاملوا معهم هدول؟ بتخلون يصوموا او إذا حبة باليوم لحد حبتين خلال فترة السحور والفطور يعني يسمح للمريض أن يصوم. يعني كل 12 ساعة حبة، يعني خلال فترة السحور أو مثلا في فترة الفطور. أو إذا كانت حبة هم سهل جدا، يعني خلال فترة الإفطار يشرب حبته لثاني يوم أثناء الفطور. أيضا عادي جدا وقت الإفطار. يعني عادي جدا يسمح له. ولكن بالمراحل الحادة، بمراحل الصدمة العصبية يمنع، كون عنده يحدث لديه صعوبة البلع. أغلب الأمراض العصبية كالاختلاج، كالحوادث الوعائية الدماغية، كبعض متلازمات اللي يصيب بجزع الدماغ، الأمراض الاستحالية، إلى أن يستقر الوضع، استقرار الحالة العامة، طلع من الصدمة العصبية مسموح. أما والله مريض عنده صرع نوب اختلاج ووضعه مستقر وباليوم يشرب حبة، فمسموح جدا له الصيام. تمام دكتور. يا ترى اللي هلا عم نحكي عن مرضى اللي مسموح لهم انهم يصوموا، من شوي ايضا ذكرتوا جزء من المرضى اللي هدول عم يبت فيهم الاطباء انه انتم مستحيل تصوموا. يا ترى بشكل موسع دكتور مين هن مرضاكم يلي بتمنعون منع نهائي انه ما بتصوموا نهائيا؟ يا ترى لو تذكر لنا هيك كم حالات يعني. المرضى المزمنين من الناحية العصبية، مرضى باركنسون اللي عنده جرعات، اللي نفرض كل 4 ساعات عنده جرعة فموية أدوية لازم يستعملها، يمنع له الصيام. مريض الصرع خاصة أنواع الصرع المعند اللي عنده 3 إلى 4 جرعات يومية من الحبوب لعلاج حالته الصرع أو لوقف الاختلاجات أيضا كمان يمنع. ولكن حالة من حالة تختلف. مريض لنفرض من النوع العصبية بعد استقرار الوضع يسمح له. أما مريض مثلا مريض العصبية عنده حادث وعائي دماغي، صار عنده جلطة دماغية، خلال شهر استقر وجاء فترة الصيام، ممكن أن يصوم. يفيد له الصيام مثلا خفض تخفيف الوزن له، لخفض نسبة الشحومات والكوليسترول، لضبط الضغط، مفيد له. أما بالنسبة للمراحل الحادة أو حسب مرض العصبية يختلف من حالة المريض لحالة أخرى. أما أنه والله كافة المرضى العصبية ممنوع لهم الصيام، ما في هيك شيء علميا يعني. تماما دكتور. رح نختم هلا لقاءنا بمجموعه من نصائحكم. هلا انتم كاطباء عصبيه، نعم. سواء كانوا مرضاكم اللي حالاتهم نوعا ما خلينا نقولها اقل من متوسطه او متوسطه، او الحالات الشديده، او اللي عندهم لسه مو مشخصين انهم هن هدول مرضى عصبيه، شويه نصائح للمستمعين لحتى يستفيدوا من هالمعلومات هاي دكتور. هلا عادة المريض العصبية مثلا يأتي بقصة صداع مثلا وإقياءات. نعم. صداع، إقياءات، يراجع عيادة داخلية لنفسه. نعم. طبعا إذا هذا الطبيب شخص له أنه يشك أنه قد تكون التهاب سحايا أو مرض عصبي معه حسب الأعراض اللي عنده، لازم أنه يبعث للعيادة العصبية ليشخص المرض لدى هذا المريض. وكون حالات التهابات السحايا أو التهابات الدماغ حالات مهددة للحياة. أما إذا والله عنده صداع، والله شوية صاير عنده تسمم، أعطاء بعض اللزوم من الأدوية، مراقبته
فالمريض يكون بخطر. الشغلة الثانية يعني قسم كتير من زملائنا كمان انه والله شوف عنده آلام قطنية لنفرض بيصير قطني ولا بحاجة لعمل جراحي إسعافي. لا ننصح انه والله كل مريض عنده ألم قطني حتى إذا عملنا كاستقصاء مثلا رنين مغناطيسي، عنده فتق نواة لبية، حتى إذا كان مركزي، إذا مو ضاغطة على النخاع الشوكي أو فتق مو مركزي كبير أو ما عنده هبوط قذب ولا عنده ضمور عضلي، يعني ما يلزم العمل الجراحي طبعا. وهذا الزملاء الجراحة العصبية إذا لزم حالات جراحة إجباري هذا اختصاصهم ويجري له العمليات. هناك بعض الأمراض العصبية مثل أمراض العضلات كحثل دوشن أو حثولات عضلية أو ضمور عضلي عنده. نسينا من الناحية هاي كمان هدول المرضى إذا عندهم ضمور عضلي وخاصة بالحثولات العضلية أيضا كمان من ناحية الصيام له الممنوع، تؤدي إلى ضمور وتؤدي إلى ضعف عسرة البلع، وخلال فترة كل الصيام ممكن أن يؤثر عليه وبعدين ما يستجيب. هاي هي يعني. تمام دكتور الملاحظة الأخيرة، المرضى هدول اللي للمستمع هلا عم يسمعنا يعني شو بتظهر عليه الأعراض لحتى إنه يعرف حاله إنه مصاب بهذا المرض لحتى يروح يستشير طبيب مختص بهالمجال يعني؟ نعم. مثلا مريض عنده صداع، ترفع حروري، صار عنده إقياءات. نعم. يفضل أن يراجع الطبيب العصبية، لأنه الطبيب العصبية أيضا لازم يكون حذر بهيك حالة ويفحص فحصا دقيقا لنفي أو تأكيد معه صاير التهاب سحايا أو التهاب الدماغ، قد تكون ناقص أو قد تكون حاد في هيك مراحل. مريض والله يشتكي بلش عنده شوي ضعف بالطرف السفلي برجله، يحس بضعف، يجب أن يراجع قبل أي عيادة طبيب عصبية، خاصة الآفات أو الكتل الشاغلة للحيز بالدماغ تضغط على السبل الحركية، ويبدأ هذه الملاحظة الدقيقة خاصة ضعف برجله. ضعف برجل هذا لا يعني أنه والله يراجع طبيب الجراحة العظمية يسحب له أشعة صورة أشعة أو طبيب آخر، لا. إحساس ضعف برجله من بداية بلش ويتطور، والمفروض هدول يراجعوا العيادة العصبية. مريض جاي بقصة والله صاير عنده خدر تنميل برجله أو بإيده، أيضا مرضى العصبية، أو إحساس بالوخز مرضى العصبية، وخاصة كافة اعتلالات الأعصاب تابعة لمرضى العصبية. تماما دكتور. وخاصة هالأمراض يعني لازم يكون بأقصر سرعة الطبيب يعني يعمل له استقصاءات ويصل للنتيجة ما يتأخر، لأنه إذا التهاب الدماغ تأخر مهدد للحياة. السحايا كذلك الأمر، ضعف برجله وتأخر وتطور وكبر ورم أو ما شابه ذلك كمان مهدد للحياة. هيك حالات حساسة دقيقة لازم يكون المريض منتبه لها، الطبيب منتبه لهيك حالات مثلا. بنتشكرك كتير دكتور أحمد الخلف، اختصاصي بالأمراض العصبية، على هالمعلومات القيمة لمستمعينا ولمشاهدينا أيضا. شكرا كتير لكم دكتور. رمضان كريم علينا وعليكم لجميع متابعينا ومستمعينا. بتتمنى أنه استفدتوا من هالمعلومات القيمة لحلقة جديدة بعد رمضان. أكيد كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة.